السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد من تعلم اللغة الإسبانية بطريقة سهلة على قناتكم أيمن سبانيش. مرحبا بكم أصدقائي من جديد في درس من دروس تعلم اللغة الإسبانية وبكل سهولة. إذا كنت ترغب في التحدث باللغة الإسبانية وبكل طلاقة، فأدعوك عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك جميع الدروس الجديدة. ولا تنسوا كذلك دعمنا بالضغط على زر لايك، فهذا يشجعنا لإعطاء المزيد من الدروس. حتى لا أطل عليكم أصدقائي، لنبدأ هذا الدرس على بركة الله. إذا أردت أن أقول لشخص ما مثلا افتح، نقول أبري. أبري. ردد معي بصوت مرتفع: أبري. وهي في صيغة الأمر. افتح، نقول أبري. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد: أبري. لنأخذ مثال على هذا الفعل. مثلا إذا أردت أن أقول لشخص ما مثلا افتح الباب، افتح الباب، نقول abre la puerta. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد: abre la puerta. افتح الباب، نقول بالإسبانية abre la puerta. ومعناها أصدقائي افتح الباب أو افتح الباب. سوف نقول abre la puerta. ردد معي بصوت مرتفع: abre la puerta. لنمر أصدقائي إلى فعل آخر في هذا الدرس، وهو على الشكل التالي. إذا أردت أن أقول لشخص ما مثلا أصمت أو أسكت، نقول كاياتي. ردد معي بصوت مرتفع: كاياتي. ومعناها هو اسكت أو أصمت، نقول كاياتي. ردد معي بصوت مرتفع: كاياتي. ومعناها اسكت. لنأخذ مثال كذلك على هذا الفعل. مثلا إذا أردت أن أقول لشخص ما مثلا اسكت يا رجل، اسكت يا رجل، نقول بالإسبانية كاياتي أمبري. ردد معي بصوت مرتفع: كاياتي أمبري. اسكت يا رجل، نقول اسكت يا رجل، نقول بالإسبانية كاياتي أمبري. إذا عزيزي المشاهد، ردد معي بصوت مرتفع حتى تتمكن من حفظ هذه العبارات القصيرة والتي تستعمل كثيرا في اللغة الإسبانية. كاياتي أمبري. إذا أردت أن أقول مثلا لشخص ما أرسل لي، نقول بالإسبانية ماندامي. صيفط لي أو أرسل لي، نقول ماندامي. ردد معي بصوت مرتفع: ماندامي. ومعناها أصدقائي هو أرسل لي أو صيفط لي، نقول بالإسبانية ماندامي. إذا أصدقائي، لنأخذ مثال على هذه الكلمة. مثلا إذا أردت أن أقول أرسل لي صورة، صيفط لي تصويرة، أرسل لي صورة، سوف نقول ماندامي una foto. إذا عزيزي المشاهد، ردد معي بصوت مرتفع: ماندامي una foto. وتعني أرسل لي صورة أو صيفط لي تصويرة. نقول بالإسبانية أصدقائي mándame una foto. mándame una foto. ومعناها أرسل لي صورة. لنمر أصدقائي إلى فعل آخر في هذا الدرس، وهو على الشكل التالي. إذا أردت أن أقول مثلا اتركني، اتركني، نقول déjame.
ردد معي بصوت مرتفع: ديخامي، اطلقني، أو اتركني. اطلقني، نقول ديخامي. ديخامي ومعناها هو اتركني. إذا لنأخذ مثال على هذا الفعل. إذا أردت أن أقول مثلا دعني وشأني، أو دعني أرتاح، نقول ديخامي ترانكيلو. ديخامي ترانكيلو. ردد معي بصوت مرتفع: ديخامي ترانكيلو ومعناها دعني وشأني. ديخامي ترانكيلو. خليني عليك، فسوف نقول أصدقائي باللغة الإسبانية ديخامي ترانكيلو. ردد معي بصوت مرتفع: ديخامي ترانكيلو. إذا أصدقائي لنمر إلى فعل آخر وهو مصرف كذلك في فعل الأمر. إذا أردت أن أقول انظر، شوف، نقول انظر. سوف نقول بالإسبانية أصدقائي ميرا. ردد معي بصوت مرتفع: ميرا، ومعناها شوف أو انظر. نقول باللغة الإسبانية ميرا، ومعناها شوف أو انظر. إذا لنأخذ مثال على هذا الفعل. مثلا إذا أردنا أن نقول لشخص ما مثلا انظر ما أجمله، شوف شحال زوين، انظر ما أجمله، سوف نقول ميرا كي بونيتو. ردد معي عزيزي المشاهد بصوت مرتفع: ميرا كي بونيتو، ومعناها انظر ما أجمله، شوف شحال زوين. نقول أصدقائي باللغة الإسبانية ميرا كي بونيتو. ميرا كي بونيتو، انظر ما أجمله. نقول أصدقائي باللغة الإسبانية ميرا كي بونيتو. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد حتى تتمكن من حفظ هذه العبارات والجمل القصيرة التي تستعمل كثيرا في اللغة الإسبانية. ميرا كي بونيتو، ومعناها انظر ما أجمله، شوف شحال زوين. ميرا كي بونيتو. إلى هنا أصدقائي يكون قد انتهى الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الدروس الجديدة، ولا تنسوا كذلك دعمنا بالضغط على زر لايك، فهذا يشجعنا لإعطاء المزيد من الدروس. حتى لا أطيل عليكم، أراكم في الدرس القادم إن شاء الله. hasta luego. Hasta luego mis amigos.